قامت القوات المسلحة بسداد المبالغ المالية المستحقة على 272 غارم وغارمة من المحبوسين على ذمة قضايا العجز عن سداد الأقساط وإيصالات الأمانة وتسوية الأحكام القضائية النهائية الصادرة بشأنهم، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير ومصلحة السجون بوزارة الداخلية. وأكدت السيدة سهير عوض مدير مشروع الغارمين بمؤسسة مصر الخير أن مساهمة القوات المسلحة في هذا المشروع الإنساني يقدم رسالة لكافة أجهزة وهيئات الدولة بضرورة تكاتف الجهود والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين ومعدومي الدخل. وأشارت إلى قيام القوات المسلحة بتحمل قيمة المبالغ المالية المستحقة عن 66 سيدة تعول أسرة و206 رجل من الذين صدرت ضدهم أحكاما بالسجن. وكانت القوات المسلحة قد قامت بتسوية مواقف 48 من الغارمات خلال شهر أغسطس الماضي، ليصبح إجمالي عدد الغارمين والغارمات 320 فردا. وقد وفرت القوات المسلحة لهم ولأسرهم بداية جديدة للحياة والاستقرار، انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية والوطنية تجاه أبناء الشعب المصري.